بسم الله الرحمن الرحيم. دروس كتيرة جدا بتعلمها لنا كرة القدم، ومفيش دروس تعلمها لك كرة القدم أكتر من الدروس اللي تعلمها لك مباراة المغرب والسنغال اللي اتلعبت في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2026. مباراة مليانة بالدروس. المغرب احتسبت ليه ركلة جزاء في الدقيقة 98 في آخر دقيقة في الوقت المضاف بدلا من ضائع. الملعب اتقلب، تحول الى كرة من النار. لعيبه السنغال رفضوا ان لاعبي المغرب يسددوا ضربة الجزاء، وقفوا قدام الحكم، والحكم طلع 4 أو 5 انذارات علشان خاطر يكمل المباراة. بابي سياو مدرب السنغال على الخط ما قبلش اللي بيحصل، خصوصا وان بابي سياو اتكلم امبارح وقال ان في ضربة جزاء هتحتسب، واحنا علينا ان احنا ننتظر ضربة الجزاء اللي هتحتسب. فاللي قاله بابي سياو حصل فعلا، ضربة جزاء احتسبت للمغرب في الدقيقة 98. فالراجل لقى السيناريو اللي هو بيقوله بيتنفذ بيحصل، فقال للعيبة اطلعوا بره، انسحبوا، مش هنكمل الماتش. اللعيبة خرجت من الملعب، لعيبة السنغال خرجوا من الملعب ودخلوا اوض اللبس. تدخل هنا مين؟ تدخل بشكل اساسي ساديو ماني. ساديو ماني رجع اللعيبه من غرف الملابس الى ارض الملعب، وهو السبب الاساسي في استكمال مباراه نهائي كاس الامم الافريقيه 2026 مع المغرب، لانه تدخل بحكمه وبعقل. بس في حاجه كمان عند ساديو، اللي هو الجانب الايماني، اللي هو ان ساديو بيثق في العداله الالهيه، وكان واثق من ان نكمل الماتش وضربة الجزاء هتضيع. لو هي مش صحيحة، لو هي ضربة جزاء غير صحيحة هتضيع، ممكن تضيع. عنده اليقين ده. اللعيبة نزلت ورجعت تاني، سمعوا طبعا كلام ساديو، لان ساديو ماني اسطورة كبيرة جدا في السنغال. بابي سياو مدرب السنغال سمع كلام ساديو، واللعيبة نزلوا وضربة الجزاء اتلعبت. وكانت المفاجأة انه ابراهيم دياز لاعب المغرب دخل يشوط ضربة الجزاء بانينكا، لدرجة ان المحللين قالوا ان ده نوع من انواع الاستهتار، وانا بشاركهم الرأي ده. ولكن برضو هو الواد اتلخبط، هو مش عارف يعمل ايه. هو دلوقتي هيعمل ايه؟ ما هو اصل هي مصيبة ونزلت فوق دماغه، مصيبة ونزلت فوق دماغه، هيعمل ايه؟ فجأة لقى نفسه بعد كل الضغوط اللي حصلت دي، لعيبة السنغال فضلوا منسحبين 10 دقايق، وخناقات في الملعب بين وليد الركراكي وسياو، وخناقات بين اللعيبة وبعضها، وخناقات بين اللعيبة والحكم، ولعيبة السنغال متكتلين وعاملين قلق ومشاكل، ومندي خرج ودخل ودخل وخرج، وشغلانة كبيرة. فابراهيم دياز أعصابه اتدمرت، دخل يشوط ضربة الجزاء، معرفش يحطها فين، ولا هيحطها يمين ولا هيحطها شمال. ما كانش عنده غير الحل ده انه يحطها بانينكا. قال لك العبها بانينكا، جت ما جاتش خلاص، لعبها بانينكا، مين دي مسكها عادي في ايديه. المشهد ده لتاني مره بيتكرر، وانا شفت المشهد ده قبل كده. انا شفت المشهد ده قبل كده من 4 أو 5 ايام في الدوري الانجليزي. انزلوا فيه لاعب ساندرلاند داخل يلعب الكره بانينكا، الجون مسكها، محدش يلعب بانينكا تاني. بانينكا احنا هنهزر؟ داخل تشوط ضربة جزاء بتشوطها في زاوية، مش هتشوطها في زاوية يبقى تركن على جنب وتشوف حد غيرها يشوطها. اي لعيب تاني يشوطها، يركن الكورة وخلاص خلصنا. بانينكا ايه وبتاع ايه؟ الماتش بعد ضياع ضربة جزاء ابراهيم دياز انقلب رأسا على عقب. خليني اقول لك بقى انه المغرب كانت الافضل في 90 دقيقة. في الاشواط الاضافيه السنغال كانت افضل، دفعه معنويه رهيبه خدوها بعد ضربه الجزاء، والتغييرات اللي عملها بابي سياو بدر 3 لعيبه في الملعب، شريف واسماعيل صار وفي لعيب تاني كده نزله. يعني المهم ان هو عمل مجموعه من التغييرات اللي كانت
تغييرات مفيده جدا. ومباي 3 لعيبه فيرود بدل نيكولاس جاكسون، وامباي خرج لعيب تاني اللي هو إليمان دياي، وبقى الثلاثي الهجوم شريف واسماعيل يسار وساديو ماني. دول الثلاثه اللي قدام، ومباي كمان دخل معاهم، فبقوا الاربعه دول كابسين على الخط الخلفي للمغرب. المغرب لعبت كويس، لعبت كويس، لكن المغرب انهارت في الاشواط الاضافيه. المغرب انهارت يعني في الاشواط الاضافيه. انهارت لان اللعيبه يعني ما قدروش يتحملوا الضغوط دي، ضغوط قويه على لعيبه، في منها لعيبه صغيره. والدليل على كده ان الجون اللي جه ده، الجون اللي جابه باب جاي طبعا من نجوم المباراه، وخد لاعب المباراه ومن افضل اللعيبه في البطوله عموما. الجون اللي جابه باب جاي جول بسبب خطأ في التمرير من نايل العناوي، اللي هو من اكتر اللعيبه اللي اتهركوا واتهرسوا في الماتش. عمل خطأ في التمرير ما كانش هيعمله لولا اللي حصل ده. اللي حصل ده كان ليه اثر نفسي كبير جدا على لعيبه المغرب، وادى في النهايه الى مجموعه من القرارات الخاطئه. يعني نايل العناوي بعدها 3-4 كور بيبصيهم غلط. قيس على كده بقى كل حاجه. بقى ان احنا نقول مجموعه من الاشياء. اولها ساديو ماني نجم فوق العاده، واسطوره افريقيه حقيقيه مش بالكلام، بالفعل. هو اللي رجع فرقته النهارده للماتش، هو اللي رجع فرقته للملعب، هو اللي خلى النهائي يكمل. 1 2 واحد من افضل اللاعبين في الملعب، من افضل اللاعبين في الملعب، هو وادريسا جانا جاي بعد الماتش ما خلص عملوا معاه لقاء، قال الحمد لله احنا بنشكر ربنا لانه انعم علينا بالصحه، وهو ده اللي ساعدنا في النهايه على ان احنا نفوز. الكرة مش لعب بس، الكرة لعب واخلاق.